زوجة سعد المجرد غيثة العلاكي سرقت الأضواء طيلة مرافقتها لزوجها وأعجب الجمهور بمساندتها له. فغيثة دافعت عن سعد كشاهدة معتبرة أنه شخص محب وحنون ويحترم المرأة، معبرة عن اقتناعها الكبير بأن الشخص الذي تعرفه لسنوات طويلة وعاشت معه لا يمكنه القيام بالأفعال التي اتهم بها. ورغم شهادة زوجته يا فهد والدفاع، إلا أنه هذا هو قرار المحكمة في قضية سعد المجرد. كاليوم الجمعة تم الحكم على سعد المجرد ب6 سنوات سجن. وطبعا ألا سنواكب تفاصيل هذه القضية.